الجمهور اللي دايما بيشيل النادي للاسف محدش شاله. 35 شاب اهلاوي نزلوا يشجعوا ناديهم رجعوا للاسف بقرار حبس. هو التشجيع دلوقتي بقى جريمه؟ في ماتش الاهلي والجيش الملكي حصلت لحظه انفعال واترمى شويه ازاز ميه. تصرف غلط، غلط، بس هل يستاهل شباب يتحبسوا بالشكل ده؟ 35 شاب اكيد فيهم الطالب والموظف واللي مستني مستقبله، كل ذنبهم ان هم كانوا في مدرج وبيغنوا وبيهتفوا وعايشين اللحظه. احنا دايما بنقول ان جمهور الاهلي هو السند. طب لما السند يقع مين يسنده؟ فين الدعم القانوني؟ فين البيان اللي يطمن اهاليهم؟ فين حد يقول لهم احنا معاكم مش هنسيبكم؟ الاهلي طول عمره بيتقال عليه نادي المبادئ، والمبدا مش بس في الملعب، المبدا كمان في الوقوف جنب اولادك وقت الشده. المشجع مش رقم في المدرج، المشجع ده صوتك وصورتك وهيبتك. هو اللي بيسافر وراك العالم كله، وهو اللي بيستحمل الشمس والبرد، هو اللي بيغني حتى لو النتيجه ضدك. مين يحميه لو غلط؟ ومين يحتويه بدل ما يسيبه؟ احنا ضد اي تصرف غلط في المدرجات، وضد اي حاجه تاذي فريقنا او صورتنا. بس برضه لازم يبقى في احتواء مش بس عقاب. لازم يبقى في حمايه للجمهور زي ما هو دايما بيحمي اسم النادي. الاهلي من غير جمهوره مش الاهلي اللي نعرفه، والمدرج ما بقاش فيه اي امان. 35 شاب اهلاوي نفسهم يرجعوا يهتفوا تاني، ونفسنا نشوف ناديهم واقف جنبهم. الاهلي فوق الجميع، بس جمهوره كمان فوق اي حسابات. الحريه لجمهور الاهلي.